بيضاء قريت تما ووليت كنقري تما استاذ. واش غنقول لك بالنسبه لهذه القضيه ديال التربيه الدامجه؟ راه مشكل كبير. علاش؟ لا بالنسبه للكفيف ولا بالنسبه للناس ديال التوحد. تخيل ان واحد ديال التوحد مثلا عنده في الاطار ديالو القضيه ديال العنف، كتدخلوا مع 42 تلميذ او 40 تلميذ في القسم، وقعت واحد الواقعه، شد مقص وقطع الداوي بحاله حداه اللي هو ماشي ما فيهش توحد، قطع عليه صبعه. هذه القضيه راه صعيبه بزاف. فلهذا بالنسبه للمنظمه العلويه بداو كيتسدوا المعاهد ديالها، وكانوا قالوا بان غتكون التربيه الدامجه في الدار البيضاء. وملي مشينا عند مديره ديال التربيه الوطنيه وملي شرحنا لها صافي ما بقاش هذيك القضيه ديال التربيه الدامجه، لانها مشكل. واش الاستاذ غادي يقابل واحد في حاله انه معاق او في حاله خاصه، ولا غيقابل 40 تلميذ؟ هذه القضيه صعيبه بزاف. انا هاد الناس اللي فكروا في هذه القضيه ما فهمتش. فلهذا خصنا الناس اللي في الاعاقه ديال كف البصر يبقاو في المعاهد ديالهم، وعندهم انهم يمشيو يلتحقوا مثلا بالكليه ملي كيكبر وكيولي هذيك الساعه كتكون التربيه الدامجه. اما انني ندمجوا في مدرسه عموميه مع الناس المبصرين، تلقى واحد كيدفعوا، تلقى واحد كيسبوا، تلقى نفسيا غيتعقد. فلهذا هذه القضيه ديال التربيه الدامجه راه ماشي في الطريق ديالها السوي، وبغينا كل جمعيه تكلف بالاعاقات ديالها. وبغينا كذلك ان هذا الشيء اللي قلناه اليوم ما يبقاش غير حبر على ورق، بغيناه يطبق. ديما كنجيو نديروا الاخماس في الاسداس وحاذا لقمانه على حالها. وشكرا لكم. شكرا.